الزائر الغامض. في يوم من الأيام كان في واحد اسمه سامي، شاب عادي، حياته ماشية تمام، ساكن في شقة في حي هادي بعيد عن الزحمة، معزول عن الدنيا. في ليلة من الليالي كان سامي جالس في الصالة بيشرب قهوته قدام التلفزيون، والجو كان هادي، لكن كان في حاجة غريبة في الجو، حاجة ما تقدرش توصفها. فجأة سمع سامي صوت غريب، الصوت كان زي طرقة خفيفة على الباب. فزع من مكانه وقال في نفسه مفيش حد يجي في الوقت ده. قرر يروح يشوف مين اللي على الباب، لكنه لما فتح ما لقاه حد. الطرقة كانت واضحة لكن الباب كان مغلق زي ما هو. قرر سامي يرجع لشغله، لكن في حاجة جوه قلبه كانت بتقوله إن في حاجة غلط. الساعة بقت تقرب من 2 بالليل، وكان سامي خلاص ناوي ينام. دخل أوضته وبيحاول ينام لكن النوم مش جاي. فجأة سمع نفس الصوت تاني، بس المرة دي كان أقوى. طرقة وبعدها صمت طويل. قلبه بدأ يدق بسرعة وهو في حالة من التوتر والقلق. طلع من سريره، فتح الباب بهدوء ومشى ناحية الصالة. المكان كان هادي وكل حاجة في مكانها، لكن وهو ماشي حس بشيء غريب جواه، حاجة مش قادرة تفهمها. فتح الضوء في الصالة وهو مش عارف ليه بيعمل كده، لكن دماغه كانت مشغولة. فكر في نفسه يمكن الصوت كان من الشارع ولا من الجيران. لكن وهو واقف قدام التلفزيون فجأة الإضاءة اتقطعت. سامي اتجمد في مكانه. كان الجو مظلم وفي الظلام بدأ يسمع خطوات، خطوات تقترب منه، خطوات مش من جوه بيته، لأ، خطوات جاية من ورا الباب. قلبه بيدق بقوة أكتر وإيده بدأت ترتعش وهو بيحاول يفتح الباب. لكن قبل ما يفتح حاسس بشيء ثقيل بيضغط على صدره، حاجة بتمسكه من كل مكان. فتح الباب ببطء والضوء رجع فجأة. أول ما رجع النور لقى نفسه واقف قدام باب الشقة مش قادر يتنفس. كان في زائر غريب قدامه، شكله مش بشري، كان لابس حاجة غريبة ووجهه مغطى بالكامل بوشاح أسود. الشخص ده كان واقف قدامه مش بيقول حاجة. سامي فتح بقه وعايز يسأل انت مين، لكن الصوت ما طلعش. الزائر بدأ يتحرك ببطء يقترب منه أكتر. سامي كان خايف جدا وبدأ يحاول يهرب لكن رجليه مش قادرين يتحركوا. فجأة لقى الزائر ده بيبص له في عينيه وبصوت مش بشري قال انت مش لوحدك هنا، زي بتاع الظل أو زي شيء مش من هذا العالم. بدأ يختفي قدام عينيه وكأن الزمان والمكان اختفوا والسقف بدأ ينزل لأسفل. سامي حاول يركض لكن كل شيء حواليه بدأ يتغير. المكان كان متغير، جدران الشقة بدأت تختفي والأرض كانت بتتصدع. الزائر اختفى لكن سامي حس بالبرد الشديد بيخنقه، وبين ما هو بيحاول يهرب لقى نفسه راجع لنفس المكان اللي بدأ منه، وكأن كل ده كان حلم. لكن لما شاف نفسه في المراية لقى عينيه متسعة وملامحه مليانة بالخوف، وحس بشيء غريب في قلبه وكأن الزائر ده لسه موجود في مكان ما. وفضل سامي ليلته هيقلب في المكان مش قادر ينام، وفي كل ليلة كان الصوت ده بيرجع مع كل طرقة على الباب، وكان الزائر الغامض بيجي من تاني.